وانا صغيرة. لما وصلت تقريبا سنة او سنتين بدأ بابا وماما يلاحظوا انه حركتي مش طبيعية، حركتي ضعيفة جدا، فبدأوا بقى يلفوا على دكاترة وبتاع وكده لحد ما وصلوا في الاخر ان انا عندي اعوجاج في العمود الفقري وعندي ضعف عضلات وضعف في مركز الحركة. دخلوني العناية المركزة، قعدت 4 شهور جوه. كان ده ليه تأثير ان ايدي ما بقتش تتفرد. الدكتور في المستشفى قال لبابا هتعيش بجهاز التنفس طول عمرك، مش هتقدر تشيله خالص. بعدين فجأة برضو قررت ان انا هنام من غير جهاز تنفس، يعني جرأة زيادة وربنا بيسترها. بعد كده بدأ ربنا يفتح أبواب شغل وأبواب مجالات مختلفة. بدأت أشتغل من البيت ودي كانت حاجة أصلا مش موجودة، لحد ما ربنا فتح باب شغل في بروجكت تبع قناة ستيفن. اكتشفت ان ينفع يكون في وجع بس ينفع يكون في سلام، يعني الاتنين ممكن يبقوا جوايا، في حاجات حلوة وفي نور، وحتى لو جه وقت صعب هيعدي وهترجع تشوف حاجات حلوة كتير وهتتطور اكتر. بس المهم تعديه صح، تعديه وانت عينك على ربنا، لان هو اللي هيعديك.